في هجوم مغربي جديد خاطف، جبهة البوليساريو تدق ناقوس الخطر بعد فقدانها عشرات من المقاتلين في غارة جوية عسكرية نفذها الجيش المغربي صبيحة اليوم الجمعة عن طريق طائرة مسيرة ضد عناصر ميليشيات جبهة البوليساريو حاولوا التسلل داخل المنطقة العازلة والاقتراب من الجدار الرملي في منطقة ميجيكا. وخلفت العملية مقتل مجموعة كاملة من ميليشيات الجبهة الانفصالية تنتمي إلى الناحية العسكرية الثالثة الواقعة في ميجيكا، وهي بلدة تقع شرق الجدار الرملي الأمني المغربي وفق ما تداولته مواقع إخبارية إلكترونية وأيضا صفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتأتي هذه العملية العسكرية المغربية بعد إعلان جبهة البوليساريو نيتها في تنفيذ هجمات جديدة ضد مواقع القوات المسلحة الملكية وراء الجدار الرملي بالصحراء، لكنهم صدموا بعدم عودة أزيد من 10 عنصر وانقطاع أخبارهم، ما يؤكد أو ما يرجح خبر هلاكهم، حيث كان الجيش المغربي قد قصف أهداف متحركة للبوليساريو في منطقة ميجيكا القريبة من الحدود الموريتانية، وذلك صبيحة اليوم الجمعة. وتسبب هذا الهجوم المغربي في خسائر بشرية كبيرة وأيضا مادية في صفوف ميليشيات البوليساريو. وجدير بالذكر أنه منذ إعلان البوليساريو التنصل عن التزامها بوقف إطلاق النار الموقع سنة 1992 لم تعد الجبهة الانفصالية تتمتع بتاتا بحرية الحركة والتنقل داخل المنطقة العازلة التي تطلق عليها اسم المناطق المحررة نتيجة الغارات الجوية المغربية والتي تنفذ غالبا بطائرات مسيرة. وأثار خبر استعداد المغرب لاستعادة تندوف بعد أن أكدت وثائق فرنسية مغربيتها سعار السلطات الجزائرية، وجعل الجزائر تنشر عددا من أقوى صواريخها الروسية في محيط تندوف والحدود مع المغرب، وبادرت إلى الهجوم على المغرب من خلال وكالتها الإخبارية الرسمية وإعلامها الرسمي الموجه. وتعتبر المدفعية التابعة للجيش المغربي قوة معادية للأعداء نظرا لأعداد المدافع الكبيرة المنتشرة وراء الجدار العازل قرب تندوف، وأيضا للتجربة الكبيرة التي راكمها المغرب في الحروب السابقة والتي خاضتها القوات المسلحة ضد المرتزقة، إضافة إلى التدريبات العسكرية بالذخيرة الحية التي يقوم بها المغرب طوال السنة مع أقوى جيوش العالم.